بسم الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تسلم ايدي. ايه ايه يابا؟ عايز القرشين اللي معاك دول. هو هتقول لي هتجددهم لي؟ لا يا عسل، انا بحبهم ودول انت عارف يعني ان هما من ريحه امي الله يرحمها، فمش هينفع اجددهم يعني. ده ما مش هيجددوا، ده ما هيتباعوا. هاخدهم ابيعهم عشان ادي فلوسهم لسعيد. هيتباعوا؟ اه. ده ليه بقى ان شاء الله؟ ما سعيد عايز يجيب توك توك فهبيعهم واديله فلوسهم. إيه يعني انا ابيع الحاجه اللي جايه لي من ريحه امي علشان اخوك؟ اخويا في زنقه عايز يجيب توك توك عشان يشتغل عليه، مين اللي هيقف جنبه؟ مراته معاها دهبها برضه، ما تبيعوش هي ليه؟ انا مالي بمراته انا. لا، المفروض تشغل بالك بمراته. ليه بقى؟ عشان مراته عارفه وواثقه ان جوزها مش كده. جوزها مش كده، جوزها كده. اخوك ربنا ما بيصلحش حاله في شغلانه. اخوك ما بيعمرش في اي حاجه. اخوك عايز يسح في الشارع، عايز يقعد على قهاوي، يطلع ويجي مع اصحابه. طب مين اللي هيقف جنب اخويا في زنقته؟ طب انا مالي ابيع ذهبي؟ وبعدين ده حاجه من ريحه امي، يعني ما ينفعش تتباع نهائيا. انا بقولك هاخدهم واديهم له، وانا وان مش شاء الله موافقة. ربنا يكرم واجيبهم لك انا. ان شاء الله ربنا يكرم ويفرجها علينا كلنا، بس انا مش موافقه. يعني انت فكرك ان التيك توك اللي هيجيبه ده هيشتغل عليه؟ ده بيضحك عليك وبيشتغلك. انت اكتر واحد عارف ان اخوك دبسك في مصايب الدنيا كلها، دبسك في فلوس مع ناس قبل كده، دبسك في حاجات كتير قوي، وانت اللي كنت بتسددها. بعت تليفونك علشان ان انت تسدد الفلوس اللي عليه. يعني انت كده عايزه توقعني مع اخويا يعني ولا ايه؟ انا مش عايزه اوقعك مع انا اخويا. اللي المفروض اقف جنبه. انت حط نفسك مكاني. الحاجه دي من ريحه امي بتاعتي، انا مالي ابيعها؟ يعني ايه؟ وانت اكتر واحد عارف ان هو مش هيشتغل على التوك توك اللي هو بيجيبه. هو ممكن يكون بيفكر ان هو عايز يجيب توك توك عشان يلف بيه مع اصحابه ويقعد يتمنظر ويتمسخر. اخوك ما بيشيلش مسؤوليه. وما تزعلش مني، انا عارفه ان كلامي دبش شويه ورخم، بس ما تزعلش مني، انت اكتر واحد عارف كده. وعلى يدي انت كنت بتستلف من الناس عشان تطلع اخوك من مشاكل، وكان ماضي وصولات على نفسه وهيتحبس، فقمت انت دبست انت نفسك انت مع الناس. طب احنا ذنبنا ايه نتحط في المشاكل دي بسبب اخوك؟ كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، كل واحد عارف طريقه فين بيمشيه، سواء صح او سواء غلط، وكل واحد حر في اللي هو بيعمله. يعني مش ان اسيبكوا ده انت تروح يعني؟ تشيل مشاكل، ايوه تسيبه عشان اما يتقرص مره يعرف ان الله حق. اما يتقرص مره ما عادش يستلف وما عادش يتدين وما عادش يعمل كده تاني وما عادش يجيب مشاكل مع الناس. انما بقى لقى ان انا هستلف وان انا هعمل مشاكل واخويا الكبير يسد، اخويا الكبير هو اللي يشيل، اخويا الكبير هو اللي يستحمل، ما هيعمل الغلط انت كده بتشجعه على الغلط. انما بقى لما يتقرص مره مش هيجيله قلب ان هو يعملها تاني. مثلا زي التاجر اللي كان ممضيه على وصولات ده، لو هو كان حبسه، لو انت ما كنتش سددت الفلوس، لو هو كان حبسه كان عرف ان الله حق وما كانش عملها تاني ولا قررها تاني. لو كانت حبس مش هيجراله حاجه، يعني لما اتحبس يتعلم الادب ويطلع وما يعملهاش تاني. انما انت بالعكس سددت له كل اللي هو عمله. رسالتك وصلت يا دير. ما تزعلش من كلامي، انا اسف. لا ما فيهاش زعل ولا حاجه. انا بفوقك بس. ماشي. اصلح حاله يا رب. جوزي غلبان، دايما اخوه يوقعه في مشاكل وهو ما بيرضاش يقوله لا، وما بيهونش عليه زعل اخوه، بس هو فعلا غلطان. ربنا